السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. وحشتوني جدا جدا. النهاردة نزلت السوق زي ما انتم شايفين، جبنا اللفت الجميل ده. وطبعا اوانا الايام ديت ومالي السوق ما شاء الله عليه وجميل جدا. وطبعا ما ننسوش البنجر بيتزرع مع اللفت، ويبقى نفس السنة بيتزرع فيها، واوانا الايام دي مع اللفت. ما شاء الله انا جايبه كيلو ونص لفت، وجايبه كيلو بنجر. البنجر جميل جدا طبعا، مغذي وجميل، تعمليه في الرمان مع العصير. ممكن تشويه للعيال وتحط عليه عسل نحل، بيبقى طعمه جميل جدا. اللفت بتاعنا صغير وجميل وطري ما شاء الله. والايام ديت يا جماعه بجد اللفت طازه دلوقتي، وتلاقيه طري ومش شايخ خالص. وما شاء الله عليه من الاكلات الجميله والحاجات المخللات الجميله هو اللفت. طبعا انا راح اخدهم تحت الحوض كده واغسلهم حلو وانضفهم تنظيفه جميله جدا ان شاء الله، وارجع لكم تاني. وغسلنا اللفت بتاعنا ونضفناه حلو زي ما انتم شايفين زي الفل. نضفته حلو تحت الحنفيه كده وغسلته وطلعت منه الطينه والرمله. ما شاء الله عليه بجد. اجيب القطاعه واجيب السكينه واقطع اللفت بتاعي واخليه كرنشات كده او شرايح بس صغيره. ما شاء الله. لو عندك سكينة عندك قطعة مخلل قطعي بيها، المتوفر عندك قطعي بيه. انا عندي قطعة المخلل ديت، وقطع المخلل كله شرايح زي ما انت شايفين. قطعة المخلل دي يا جماعة جميلة جدا وحادة ومتوفرة كتير في السوق. زي ما انت شايفين كده شرايح جميلة جدا ما شاء الله عليها. اخلص كل الكمية بتاعتي واقطع المخلل بتاعي كله اللفت، وارجع لكم تاني باذن الله. الطريقة سهلة خالص وجميلة. تخليل اللفت يا جماعة للبنات المبتدئين جميل جدا. انا بحبيت ان انا اوريكم قطعة اللفت دي جميلة جدا ومتوفرة كتير في السوق. ممكن يتقطع معاكي الجزر، يتقطع معاكي جميع المخللات. اقطع اللفت بتاعي كله ان شاء الله. وبعد ما قطعنا اللفت حضرنا المحلول بتاع اللفت يا جماعة. انا غليت حلة مية وحطيت فيها كنص بنجراية، وحطيت فيها عروق البنجر كده وغليتهم، هي بس غلوة واحدة بس على البوتاجاز، وتطفي عليها منها تبرد خالص، يبقى معاكي محلول جميل جدا. المية كنت مقطعة نص بنجراية، طبعا انا وريتكم البنجر اشتريتها مع اللفت. ما شاء الله خلى اللون المية لونها احمر وجميل جدا. احط 3 معالق من الملح كبار في المية، واقلب المحلول حلو عشان الملح يدوب. بعد كده احضر البراطين بتاعتي او الازايز. طريقة اللفت دي سهلة جدا جدا، يخش معاكي غير يومين او 3 ايام وتاكلي منه. ما شاء الله بجد طعمه جميل جدا. دوبت المية حلو، بعد كده احط اللفت، وزي ما انتوا شايفين اعبي اللفت كله في برطمان المخلل. متهيألي البرطمان ده صغير، ممكن اجيب برطمان ازاز واعبي فيه تاني. عبيت كل البراطين ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت حاطه 3 معالق مليانين من الملح الخشن في المحلول، واحط المحلول في اللفت. ما شاء الله المحلول جميل جدا. وكبينا كل المحلول في اللفت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هو دلوقتي يا جماعة من يجي يتخلل بينزل ميته كمان ويدبل كده. ما شاء الله عليه. اغطي حلو واقفل البراطيم حلو قفلة جميلة جدا عشان ما فيش اي هوا يدخل جواه. اجيب كيسة صغيرة كده واحطها في برطمان الازاز واكبسه حلو. ما شاء الله ما خدش معايا نص ساعة يا جماعة بجد. من المخللات الجميلة السهلة البسيطة اللي تحبي تاكليها في الشتاء. هو مخلل اللفت خفيف كده وجميل ما شاء الله عليه بجد.
وحبيت ان انا اوريهولك من يدخل معانا الليفت. جميل جدا وطعمه جميل، مظبوط الملح بتاعه. النهارده اليوم التالت يا جماعه، فتحت عليه وكلنا منا بألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. ما شاء الله عليه بجد، من الحاجات الجميله المخللات الجميله في الشتاء هو مخلل الليفت. وكل 3 ايام يعني يتخلل، يعني مش بيطول. يا دوبك يعش غير 3 ايام 4 ايام بالكتير بس. ميته صافية ولونها بامبا كده، وجميلة جدا وما شاء الله عليها، طعمه جميل جدا ولذيذ. ويا رب يكون عجبكم مخلل اللفت وعجبتكم الطريقة السهلة البسيطة، وامشي على خطواته وانت راح تعملي احلى مخلل اللفت. ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس امرا، يلا حطي لي لايك واشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. بشكر حبايبي واصدقائي خارج مصر وجوا مصر، بشكرهم جدا جدا اللي بيكتبوا لي في القناة زي ما انتم شايفين. وخلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم طريقة الليفت، عجبتكم الطريقة السهلة البسيطة للبنات المبتدئين، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.